اليوم عندنا فيديو جديد غادي ندويو على اللائحه اللي عيط ليها وليد الركراكي. كما كتعرفوا البارح وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي نادى على اللاعبين اللي غيكونوا في كأس العالم ديال 2022 بدولة قطر. لصراحة هاد التشكيلة هذه معظم المغاربة راضين بها وعجبهم بزاف، وكلهم قالوا باللي هاد التشكيلة ديال وليد الركراكي لوجيك ومزيانه. لكن كاينين بعض الجماهير اللي كيقولك لا، كون عيط لهذا، كون عيط الرحيمي، كون عيط للكعبي، كون هادو فقط يعني حب ديال الجماهير هذاك اللاعب، كيبغيو حتى هو يكون في المنتخب الوطني ومن حقه. لكن الرؤيه ديال المدرب عنده رؤيه واحده اخرى لهذا الشيء كامل. مهم التشكيله اولا اللائحه هاي تعطات. كانوا جوج ديال المفاجآت، اللي هو اللاعب اللي عنده 18 عام البلال خنوس اللي كيلعب في بلجيكا. خنوس ما عرفتش سميتو، المهم هكا كيلعب في الدوري البلجيكي. وعودة حمد الله بعد عناء طويل وبعد بزاف ديال الغوات وبزاف ديال النقير عند المغاربه، رئيس الجامعه والمدربين اللي جاو من قبل وكذا. حمد الله الركراكي جاب لكم حمد الله. واللي نتمناو من اللاعبين وكذلك من المدرب انه يعطيو واحد الصوره زوينه على المنتخب الوطني المغربي، ويلعبوا كره بالروح وبالدم، ويخليو واحد الصوره مشرفه على الكره المغربيه. لان في 2018 كانت اللعب ديال المنتخب في المستوى، الا بعد زعما مشاكل في التحكيم هي اللي خلات المنتخب الوطني المغربي انه يخرج من الدور الاول. على كل حال بان بصوره مشرفه. وكذلك كنتمناو من هذا المنتخب هذا في قطر 2022 ما بقى والو لكاس العالم. كنتمنى ان الركراكي يعطي صوره مشرفه للمنتخب ويلعب بالروح، وكذلك ان اللاعبيه يتقاتلوا باش انهم على الاقل يبانوا بصوره مشرفه كما قلت، حيت كاس العالم راه بلا ما تحلم به قدام البرازيل والارجنتين، ولكن نتفائل خيرا. غير هو هاد القضيه ديال المنتخب والقضيه ديال النضال ديال المغاربه اولا كيفاش غنسميوه، ان المغاربه بداو كيغوتوا تيقولوا بغينا حمد الله حتى جا حمد الله. الاعتذار اللي دار حمد الله مؤخرا في واحد القناه خليجيه، اعتذر للمغاربه واعتذر على المسؤولين المغاربه على داك الخروج ديالو من الفيسير ديال المنتخب الوطني في 2018 جو بونس ولا مارس 2019. اعتذر، وانا هذا الاعتذار هذا على حسب رايي الشخصي، انه يعني المسؤولين ديال المغاربه قالوا لي خصك تخرج باعتذار في شي قناه باش من نعيطوا ليك مره اخرى ما يعاودش واحد يدير بحال هكا الى اخره. الاعتذار ديال حمد الله كان مقبول، والمغاربه يعني يوم يغوتوا بغينا حمد الله واخيرا وكنقولها بلي المغاربه انتصروا على الجميع. وهذا هو صوت المغاربه، ومن هذا المنبر هذا كنقول المغاربه بداو تناضلوا وبداو تغوتوا لا لغلاء الاسعار، لان صوتكم مسموع. غير بعض المسؤولين كيتجاهلوه، هما بالعاني كانوا كيعطلونا حتى يجي كاس العالم باش نتلاهوا فيه الى اخره. ولكن المنتخب ديالنا وديال بلادنا وبغينا يربح وبغينا نشوفوه في صوره مشرفه، ولكن لا لغلاء الاسعار. ما غنساوش غلاء الاسعار. تهلا.